قال لي يا ابني واحده رسميا رسمي. بص عشان نبقى متفقين مع بعض، جلوب سكر نزلت اللعيبه المرشحه في كل مركز من مراكز الملعب، وهقول لك اللعيبه دي مين، وهقول لك من وجهه نظري مين يستحقها ل 2025. نبتدي بنص الملعب كده قبل ما نتخانق مع بعض. فيتينيا يا عم بدري جامد وكل حاجه، بس 2025 كبطولات هو فيتينيا الصراحه ما حدش يقدر ينكر. ما تقوليش بقى جو عشان انت مدريدي والكلام ده، انا من اكتر الناس اللي بتنصف بدري، بس الراجل ده كبطولات السنه اللي فاتت 2025 ما فيش حد يعديه. وبمناسبه مدريد يعني، فجزء الرجاله دول مرشحين للجائزه. انا مالي يا عم، وانا اللي رشحتهم؟ تشابي الونسو مرشح للجائزه. والله زي ما بقول لك كده، تشابي الونسو من ضمن المدربين المرشحين لافضل مدرب في 2025 اللي هيفوز بيها انريكا اكيد يعني. بتعمل ايه هنا لسه بجد؟ وانت بتتفرج علينا كل ده مش عاملين بجد؟ بتتفرج كل ده ومشاركنا الرحله دي كلها من غير ما تعمل لنا فولو؟ واحسن لاعب كلنا عارفين هتروح لمين، لكن لو احسن مهاجم ممكن نديها لكيليان يعني. معلش رايي برضو كمدريد يعني، احب اميل شويه لمبابي. اعمل ايه طيب؟ دي اللعيبه المرشحه لافضل موهبه صاعده، واعتقد انها هتبقى المنافسه ما بين اردا جولير وديزري دوي. لكن كاحسن لاعب الصراحه في لعيبه كتير تستحقها زي رافينيا، صلاح ممكن السنه اللي فاتت، ولكن هي في الاغلب هتروح لديمبلي برضه. الرجاله دي مرشحه لاحسن لعيبه السنه اللي فاتت. امبابي ماشي، لكن انا كمدريدي ما اعرفش فينيسيوس جونيور كان مرشح ازاي باداء السنه اللي فاتت ده. حاجه يعني في منتهى ورده.